ما شاء الله بقى بينا نعمل الوصفه اللي مكسره الدنيا. الوصفه دي نازله ترند، الكسكسي الخطير ده بجد يستاهل اللي انتوا تجربوه. عملت الكسكسي من غير دقيق، من غير حله، من غير اي حاجه في اي حاجه خالص، بمكون واحد بس عملته وطلع معايا بالجمال والحلاوه دي كلها. الوصفه سهله. شكرا لصاحبه الوصفه، بجد تستاهل مليون بوسه، لان بجد الفكره سهله وجميله وما خدتش وقت خالص. ولو مستعجله ونفسك تاكلي كسكسي هتعمليه كل شويه، بجد روعه. بقول لكم بصوا، شكله طعمه لونه كل حاجه فيه بتتكلم عليه بتقول انا كسكسي بجد. الكسكسي طعمه تحفه، والتجربه ان شاء الله هتعجبكم. دي كوبايه دقيق سومولينا او اللي هو السميد. المج اللي انتوا هتعايروا بيه هنعاير بيه الميه. جبت عندي الطاسه كده او حله او اي حاجه، نزلت فيها بمعلقه سمنه او معلقتين كده حلوين، ونزلت بكوبايه السميد او السومولينا دي ورشه ملح، وشربت بقى كل الدقيق السميد دوت كده السمنه بتاعتي. بصوا شربت كله كده، عايزاه زي حبات الرمله يشرب بقى معايا السمنه. وبعد كده هنشوف هنعمل ايه. بعد بقى ما شرب معايا السمنه واديته كام تقليبه زي ما انتم شايفين، انا مش هحمره، انا عايزه بس اشربه السمنه. والسمنه عندي يا جماعه انا ما سخنتهاش ما قدحتهاش، كانت زي ما انتم شايفين كانت بارده. هنزل بقى هنا بمج بنفس الكوبايه او نفس المج اللي هتعايري بيه. انزلي، عملتي كوبايه اعملي كوبايه ونص من الميه المغليه. وركزي معايا في الحته دي، ميه مغليه. اول لما هتنزلي الميه المغليه هتطلع معاكي كده. انا اول لما بقى الوصفه كده بدات معايا تعجن وتكلكع كده، قلت يا لهوي باظت مني. بجد والله قلت خلاص دي باظت مني، امال ايه الوصفه الترند والناس كلها بتعملها؟ طب انا عملت ايه غلط؟ ده انا اخده الوصفه من قناه كبيره. قعدت بقى ايه تكلكع معايا كده. بس للامانه اخدت وقت كتير على بال ما فكت. يعني للامانه على بال ما وصلت حتى للمرحله دي اخدت وقت كتير مني، عايزه مجهود ووقت. يعني 10 دقائق ربع ساعه. وعايزه كده النار تكون متوسطه خالص او نار هاديه، ما تعليش النار عليها، لحد لما الميه تتبخر خالص من دقيق السومولينا. وهيطلع معاكي بالعظمه دي كسكسي. والله يا جماعه كسكسي بجد. هتقوموا وتجربوا الوصفه دي. انا عارفه ان في ناس كتير بتثق في رايي او بتثق في كلامي. لما بتبقى الوصفه حلوه انا بقول لكم تمام اعتمدوها، ولما الوصفه بتفشل مني انا برضو بقول لكم لا، يعني الوصفه خلاص فشلت فما تستاهلش ان انتوا تجربوها. بس بجد الكسكسي عجب عيالي وعجبني طعمه فوق الروعه. بصوا يا جماعه شكله، انا بفضل لكم بقول لكم الجمال كله مية مية كسكسي. مفيش احسن ولا اسرع ولا اروع من كده. يا رب كده الفيديو يكون عجبكم ويكون سهل. وتقوموا دلوقتي بقى تجيبوا كده كوبايه دقيق سمولينا، جربوا زي ما انا ما عملت. انا جبت مج كبير، قلت هجرب فيه، باظ مش مشكله، ما بص اديني ما خسرتش برضو حاجه. ويا ريتني كنت عملت النص كيلو كله او عملت كمان كيلو. بجد الوصفه تستاهل اللي انت تعملي منها كميه. ناجحه مية مية. عملت الكسكسي من غير اي تعب خالص، ولا كبه ولا اي حاجه خالص، ولا دي ولا اي حاجه خالص. بجد الوصفه تستاهل اللي انت تقومي دلوقتي وتجربيها. يلا لو عندك دقيق سمولينا قومي واعمليها، لو ما عندكيش ابعتي وهاتي وقومي برضه اعمليها. ايه رايكم؟ كسكسي كسكسي، مفيش احسن ولا اجمل من كده. ايه رايكم؟ تحفه بجد تحفه. طعمه عظمه بجد. اتمنى ان انتوا تجربوه. كنت معاكم رشا السيد، اشوفكم في فيديو جديد وسلام.